قمة السيدات المنتظرة في الفوتسل. المغرب تواجه الفلبين في كأس العالم 2025. الموعد الرسمي والتحليل والتوقعات كلها هنا في هذا الفيديو، فتابع للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله. تتابعون في قناة محمد الشوافي عن بكل محبين كرة القدم داخل الصالات. في هذا الفيديو لدينا درس خاص جدا ومهم، وموعد مباراة المغرب والفلبين في كأس العالم للفوتسل سيدات 2025 مع تحليل شامل لكل ما يتعلق بهذا اللقاء الحاسم. المنتخب المغربي للسيدات في الفوتسل حقق إنجازات كبيرة مؤخرا مثل التأهل لكأس العالم والخبرات القارية، والمغرب أضاف أول نسخة من كأس الأمم الإفريقية للسيدات في الفوتسل عام 2025، وهذا ساعد الفريق على اكتساب خبرة كبيرة. اللاعبين الشباب والخبرة المجمع من بعض اللاعبين المتمرسين تخلق توازنا مهما دخل تشكيلات من المغرب. منتخب الفلبين أيضا من الفرق التي تسعى لتأكيد وجودها في منافسات الفوتسل العالمية للسيدات. مشاركتها الفلبين في كأس العالم للسيدات داخل الصالات تمنحها فرصة كبيرة لرفع المستوى والتنافس أمام فريق قوي مثل المغرب. هذا اللقاء يمثل اختبارا لتكتيك الفلبين وقدرتها على مواجهة فريقه ذات خبرة وإمكانية فنية عالية. أجواء البطولة، ما هي أجواء البطولة وما هي أهمية المباراة؟ طبعا كأس العالم للسيدات فوتسل 2025 تقام في الفلبين، مما يجعل المباراة بالنسبة للمغرب مواجهة خارجية مهمة جدا. هذه المباراة لا تعتبر ودية بل جزء من مرحلة المجموعات، ولذلك كل نقطة وكل أداء مهم جدا. الفوز سيكون له آثار كبير على نفسية الفريق المغربي، خصوصا إذا أراد التقدم في البطولة. كما إن المباراة تمنح للفلبين فرصة لتقديم أداء قوي على أرضها أو في قاعة الجماهير إذ كان البث الجمهوري المحلي يدعم. أما التحليل الفني قد يعتمد على المغرب على أسلوب تكتيكي سريع مع التسديدات بين الأطراف والتمرير السريع عبر خطوط الوسط، خصوصا أن الكرة داخل القاعة تتطلب سرعة وتفكير وتنقل السرعة. أما الفلبين قد تلعب بطريقة مرنة مع تركيز على التوازن بين الهجوم والدفاع ومحاولة استغلال الفرص المرتدة. ميزة لازمة المغرب هي خبرة قارية واللياقة البدنية، بينما الفلبين قد تستفيد من عنصر المفاجأة. إذا لعبت بعقلية هجومية مسؤولة في مثل هذه المباراة، من المهم جدا لمن يتحكم في وسط الملعب أنه يفرض إيقاعية، ولأن السيطرة في الوسط غالبا ما تحسم النتيجة. نتوقع مباراة بتكون متوازنة نسبيا مع فرص من الطرفين، ومن المحتمل أن المغرب تكون هي الأقرب للفوز إذا حافظت على التركيز، لأن لديها دوافع قوية للانتصار. الفلبين قد تخلق مفاجأة إذ نجح في استخدام المرتدات وتنفيذ انتقال هجوم سريع. الأجواء التنافسية ستكون عالية والجماهير من الجانبين ستكون متحمسة جدا. على مشجعين المغرب دعم الفريق بقوة في هذه البطولة المهمة. من المهم أن المشاهير يتابعون المباراة لأنها قد تكون نقطة تحول في مسيرة المنتخب المغربي في الفوتسل. كما أن تحليل أو توقعات تكتبها في التعليقات ستساعدنا على فهم رأي الجمهور، لذلك نود مشاركتكم في التعليقات. والآن نتكلم لكم متى موعد مباراة المغرب والفلبين. طبعا المباراة بتقام يوم الاثنين 24 نوفمبر أي 24/11/2025. التوقيت بتقام الساعة 8:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر واليمن والعراق وليبيا وسوريا ولبنان. طبعا بيلعبون، والقنوات الناقلة في بين سبورت بتقام. وفي نهاية الفيديو تذكروا أن هذه المباراة قد تحدد مستقبل المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية، والفريق الفلبيني
لديها الدافع نفسي. لذا لا تغادروا قبل تكتبوا توقعاتكم. من سيفوز بهذه القمة، المغرب أو الفلبين؟ شاركوا رأيكم وادعموا نحن الفيديو بلايك واشتراك ليصلكم كل جديد عن أقوى مباريات الفوتسال للسيدات.